السلام عليكم. يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن قضية الإسلام قضية ناجحة إلا أنها وقعت في أيدي محامين فشلة. المشكلة إنه أفشل طرق الدفاع عن الإسلام هي الطرق الأكثر انتشارا. واحدة من هاي الطرق هي محاولة إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى من خلال وجود اسمه على حبة بندورة مخمجة، أو إثبات نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال وجود اسمه على كوكب المريخ. هسا بغض النظر إنه أغلب هاي الدلائل ما طلعت إلا بعد عام 1991، أي بعد إصدار النسخة الأولى من الفوتوشوب. هسا بغض النظر إنه أغلب هاي الصور بتكون مفبركة زي هاي الصورة وهاي الصورة. لو تخيلنا إنه هاي الصورة لاسم الله سبحانه وتعالى على الغيوم حقيقية، وحتى ما نبالغ في مئات الصور حقيقية وما فيها أي فوتوشوب، هل هذا يعد انتصار للإسلام ولا هزيمة فكرية جديدة؟ طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الغيوم بس بتشكل لفظ الجلالة؟ لا، الغيوم بتشكل صور وجوه، بتشكل صور أحصنة، بتشكل صور بط. على سيرة البط، في موقع على الانترنت اسمه The Peanut Looks Like a Duck، بيحتوي آلاف الصور لحبات بطاطا، فول، قطع جبنة تشبه البط. طيب ناخذ هاي الصورة الحقيقية 100% لاسم الله سبحانه وتعالى على بقرة. مش صح لو وجدت اسم أبوك أو اسم شخص بتحبه على بقرة رح تتضايق، يعني إشي مش كتير مفرح. على كل حال، كيف ممكن تنسبها لله سبحانه وتعالى وتدعي إنه هذا نصر للإسلام؟ بأي منطق؟ ما علينا. إذا أنت ادعيت ألوهية الله سبحانه وتعالى لأنه بقرة عليه لفظ الجلالة، بنفس المنطق رح يدعي نصراني صحة النصرانية لأنه بقرة تانية عليها صليب. بنفس المنطق رح يدعي هندوسي صحة الهندوسية لأنه بقرة ثالثة عليها شعار الهندوسية. صحيح، مثل ما في بندورة ساجدة عليها 84,000 لايك، في بندورة تانية على شكل بطة. في فجلة مأنتخة وحط رجل على رجل. في جزرة تانية بترقص هيب هوب. زي ما انت شايف شجرة راكعة وعليها 8 مليون مشاهدة تقريبا، في شجرة أخرى في سنغافورة على شكل قرد والناس بتعبدها، وهي ما تعرف بمانكي تري فينومينال أو ظاهرة الشجرة القرد. بعيدا عن الهري والكلام الكتير، خلينا نفهم شو التفسير العلمي لمثل هاي التصرفات. هذا ما يعرف بالبيريدوليا، وهي ظاهرة نفسية للاعتقاد بأنه أي مؤثر عشوائي مبهم قد يكون مهم. وهي ظاهرة نفسية للاعتقاد بأنه أي مؤثر عشوائي مبهم قد يكون مهم. يقول الدكتور الأمريكي كارل ساغن الأستاذ في جامعة هارفارد أن عقل الإنسان يحتاج إلى أبسط المعطيات ليربط الأمور. حتى تتخيل وجه إنسان أنت مش بحاجة لأكثر من 3 دوائر. لهذا السبب أنت بتشوف هاي الصورة عبارة عن وجه، وهاي الصورة عبارة عن وجه، وهاي الصورة برضه عبارة عن وجه. لذلك عقلك مش بحاجة لأكثر من طاقية وشوارب حتى يتخيل صورة شارلي شابلن. مش بحاجة لأكثر من شعر وشارب صغير حتى يتخيل هتلر. إذا اتفقنا أن العقل يتجه إلى ربط الأمور، لذا عقلك سيقوم باستبعاد مئات ملايين حبات البندورة اللي ما بتحتوي على أي شبه من كلمة الله سبحانه وتعالى، ويركز على حبة واحدة. ورح يستبعد مئات ملايين الأشجار وركز على شجرة واحدة فيها تقوس على أنها بتركع. حتى أن الطبيب الألماني كونراد كلاوس الذي يعد واحد من أفضل علماء عصره وصف هذه التصرفات بأنها اضطراب عقلي. اتأكد انه اكثر من 90% من الصور اللي انت شايفها بتشكل كلمة محمد برضه بتشكل مهند وبرضه بتشكل مؤيد، لكن ليش انت بتشوفها محمد؟ لانك انت بدك تشوفها محمد. وين المشكلة؟ لما يكون تعاملنا مع الدين بهذه الطريقة الساذجة. هاي هي نفس الأسباب التي تجعلنا للأسف ننسى المعجزة الحقيقية والظاهرة للعيان، وهي هذا المولود الذي وهبه الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية وخلقه من عدم. أما أن تفسر تشوه بسيط في أذن الطفل على أنه يشكل لفظ الجلالة، فهي مش أكثر من تهيؤات وخرافات. تأكد أن الإسلام مش دين وثني حتى ندعي الناس له بهذه الطريقة. تأكد أن الإسلام ليس بحاجة إلى خرافات.